شايفين الجمال والحلاوة دي؟ ده احلى طاجن بطاطس باللحمة ممكن انك تدوق. اللحمة مستوية جدا ودايبة خالص شكل الزبدة، وبطاطس غرقانة في الصوص بتاعها. شايفين الاكل ده يا جماعة ينزل في القلب على طول. الصوص حاجة تانية خالص. شايفين الصوص؟ يلا بينا نبدأ وصفة النهاردة ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول. معايا طاسة سخنة على النار، حطيت فيها معلقتين زيت. اول ما الزيت يسخن معايا كويس جدا انزل بقطع اللحمة اللي انا مقطعاها. اول ما اللحمه معايا تاخد صدمه كده ابدا ان انا احركها على الجنب التاني. مينفعش احركها كده من غير ما تاخد الصدمه واللون اللي انتوا شايفينه ده. وانا استعملت النهارده بصل ابيض. لو انتوا مش متوفر عندكم البصل الابيض عادي الاحمر عادي مفيش مشكله، جربوه. عملت البصل جوانح، قطعته جوانح بالشكل ده. وانا اول ما اللحمه عندي خدت اللون ده نزلت بالبصل الجوانح على طول. والبهارات عندي عود قرفه، هيل، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره، معلقه بهارات فراخ، قلبتهم مع بعض كويس جدا. وانا كنت نسيت الورق اللورا حطيته، ومعايا الميه السخنه حطيتها وسبتها حوالي من ساعة لساعة ونص على النار عما اجهز البطاطس بتاعتي. وانا هنا قشرت البطاطس وقطعتها بالشكل ده، قطعتها نصين وكل نص قطعته جزئين. انتوا براحتكم اللي انتوا عايزين تعملوه، عايزين تقطعوها دوائر عادي مفيش اي مشكلة. وانا عملتها بحبها كده. هنا كانت اللحمة عندي دخلت في مرحلة السوا، خلاص حطيت عليها البطاطس، قلبت تقلبتين، ظبطت الملح بتاعي. وانا بحبها شويه سبايسي، حطيت نص معلقه شطه. لو انتوا ما بتحبوهاش عادي استغنوا عنها خالص. لو انتوا بتحبوها عادي زودوا براحتكم. جبت الطاجن بتاعي دهنته مع معلقه زبده كده، وحطيت فيه كل الحاجه بتاعتي، اللحمه بالبصل بالبطاطس وقرن فلفل حامي، ودخلت على فرن مسخن قبلها 10 دقايق على درجه 180. قعدت نص ساعه وده كان الشكل النهائي. ريحه جايبه الدنيا مقلوبة عندي من الريحة، ما شاء الله حاجة تانية خالص. لو انت اول مرة تشوفني، انا صفحة اكل بيتي، اتمنى انك تتابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.